السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم إخواني ومتابعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من طرق النصب والاحتيال التي يتعرض لها العراقيين والعرب في تركيا وفي بقية دول العالم. واليوم راح نحكي لكم عن موضوع وطريقة جديدة من طرق النصب والاحتيال تعرضت لها الأخت أم ديار العراقية. طبعا أختنا أم ديار وكليتنا احنا متواجدين على الفيسبوك، ومن خلال الفيسبوك تعرفت على دكتور محمد اللي يعرض دائما مظاهر أدوية ويعرض مواد تجميل ومواد تنحيف وما شابه ذلك، ويعرض هذه المواد للبيع بالجملة وبالمفرد. وطبعا احنا كليتنا اليوم نتعامل بهذه الأمور لأن كليتنا نحتاج هاي الأشياء، وأني وأنتو وكل إنسان اليوم احنا نتمنى نتعرف على دكاترة ونتمنى نصادق دكاترة ونتمنى نتبادل وياهم الخبرات، ومن نحتاجهم في بعض القضايا وبعض الأمور يسهلون علينا توفير المواد الطبية أو مواد التجميل وما شابه ذلك اللي يحتاجها البشر بشكل عام بهاي الأيام. فأختنا أم ديار تعرفت على هذا الدكتور عن طريق الفيسبوك، وأيضا هي مشتركة بجروب على الواتساب وهي مجموعة من الأصدقاء والمعارف، مجموعة خيرية يقدمون مساعدات للمحتاجين واللي أكثر شيء اللي عندهم عمليات جراحية واللي عندهم محتاجين بعض الأدوية ما متوفرة بالسوق كمساعدة إنسانية وفي سبيل الله. فمن ضمن الحالات اللي كانت مطروحة على جروبهم في الواتساب حالة امرأة عراقية تقيم في النجف. هذه خطية مقطوعة من شجرة، ما عندها أحد، مصابة بمرض سرطان الثدي، وتم استئصال الثدي، وبنفس الوقت تم طلاقها من زوجها على اعتبار أنه هي مريضة وما أعرف شنو أسباب الطلاق. ولكن أكو هواي ناس من تكون الامرأة ناصحة وتكون جميلة وتكون فعالة وتكون يعني نشطة وتكون اللي يتقبلوها، ومن توقع بمرض لا سامح الله أو يصيبها مكروه يتخلى عنها ويطلقها ويعوفها ويمشي. موجودين قليلين الذمة والشرف والناموس، كثيرين موجودين بهذا الزمن. فالجماعة بالجروب جماعة أختنا أم ديار بعد ما متأكدين من حالة هذه الامرأة أنه هي فعلا مصابة بهذا المرض وفعلا تم استئصال الثدي، بعد هذه العملية محتاجة إلى إبرة، وهذه الإبرة ألمانية وسعر الإبرة $850، وهي ما عندها إمكانية تشتري هذا العلاج. فقرروا أنه يجمعوا لها مبلغ من المال ويشتروا لها هذه الإبرة، ويجب أن تكون ألمانية. أختنا أم ديار على اعتبار هي تعرف هذا الدكتور على الفيسبوك وتعرف شنو طبيعة عمله، متصلة بي، قالت لي يابا أكو هيك حالة وأكو هيك موضوع. قالها يابا ابشري وتدللي وأنا حاضر، وهاي الإبرة موجودة. وهي أيضا قايلة للجروب أنه يابا لقيت هالإبرة من خلال علاقاتي مع الدكتور فلان. قال لها يابا لعد احنا راح نجمع المبلغ ونحوله إلك وأنتي تشتريها وتحوليها للعراق حتى نوديها لهاي المرة، حتى يعني بلكي الله سبحانه وتعالى تشفى وتطيب من هذا المرض. فكانوا بوقتها جامعين فقط $650، يعني 850 بعدها ما كاملة.
فقالت له هي الموضوع، انت وين؟ قال لها انا باسطنبول. انت وين؟ قالت له انا بيلوى، بولاية يلوى. قالت لي يابا مو بعيدة، يلوى عن اسطنبول بالعبارة 40 دقيقة، ممكن اجيك واخذ العبرة. قالها لا، شوفي يا محاسن الصدف، سبحان الله، هو انا اليوم العصر جاي يلوى. قالت لي يابا العد اذا هيك بعد احسن، ليش انا اتعنى واجيك لهناك؟ يابا العصر جاي، دازلها موقع مال مطعم بيلوى، المرة همينة ماخذة اطفالها ورايحة على يد المكان اللي يدزلها الموقع ماله على اساس هو موجود به الدكتور المحترم محمد، وملتقية به وقاعدين عازمها هو، مطعم اكو موجود هناك، يعني ما بيها شيء، كل الناس تقعد مكانات عامة، فالأمر هذا مو فشي هو مو طبيعي أو مو صحيح. فمن خلال قعدتهم ومن خلال متصل وكذا وعلى أساس وبأربيل وما أعرف إيش، فقال لي لا بالعد إحنا ما زال هاي الحالة هالشكل، إحنا ما نريد $850، نريد بس 650 اللي موجودة عند المرأة، حول لنا إياها واحنا راح نوفر لهم الابره وندزها، موجوده هي الابره الالمانيه. وخطيه هي فرحانه ومكيفه انه حصلت الابره بسعر اقل وبالمبلغ اللي توفر موجود عندها، اللي جمعوه هي واصدقائها بالجروب، وبنفس الوقت كيفت انه هي راح تحصل اجر او حسنه وينقذون حياه بشر معرض للموت ويكتسبون أجر. وهذه طبعا احنا كليتنا الحالة هاي مريحة ان يعني، وبنفس الوقت تعتبر أجر وثواب عند رب العالمين. والموضوع جميل جدا لحد الآن. بأثناء القعدة متصل عليه شخص، منو هذا الشخص؟ أخوه، على أساس ايش قايل لاخوه؟ قال له يابا الموضوع تقول انا اللي افتهمته، هو يرد على اخوه يقول له يابا انا رجال دكتور، انا شنو علاقتي بهاي الموضوع مال السيارات وتجارة السيارات وهذا الموضوع؟ انا ما عندي يعني لا عندي معارف بهذا المجال ولا عندي وقت ولا عندي، يعني انا رجال مهتم بالطب وبالهذا، ما عندي اهتمامات بهاي المسألة مال تجارة السيارات. هي سامعته، هي بنفس الوقت عندها ناس معارف بالعراق عندهم معارض مال سيارات. هذا الحكي هو من معرفها على نفسه، مقدم نفسه على أساس هو كويتي ومستمسكاته عراقية، ومنطيها اسم عائلة معروفة جدا، وعائلة لهم يعني صيت معين، ناس أغنياء ومعروفين، وما أريد أذكر اسمهم. فايش قالت له هي؟ قالت له يابا أنا عندي جماعة بالعراق عندهم معارض مال سيارات، ممكن نواصل أخوك وياهم حتى هو يستفاد وهم، هي المرأة يعني تريد هم تسوي خير المن الجماعة المعارض اللي هي تعرف. فمتصل بأخوه قال لا اكو هيك حالة واكو هذا، فرأسا الأخ بالش بيهم دازلهم فيديوهات 5-6 فيديوهات لسيارات حديثة، هذه تويوتا السيارات العالية الحديثة البصمة، ومحولة هاي الفيديوهات هي للعراق لأصحاب المعرض، وصاحب المعرض مبهور بهاي السيارات وبهاي الماركات ومكيف ورايد منها يعني، ولكن قال لهم أنا يعني ما أدفع نقدي، أنا دزولي مثلا الوجبة أصرفها وأحاسبهم. فمتصلين بهذا أخو الدكتور، قال لي يا بهالشكل اكو حالة. قال لهم زين وشنو الضمان أنا هذا أبو المعرض أدز سيارات؟ ديارج قالت لهم يابا أنا أضمن هذا أبو المعرض، ذولا ناس محترمين وشرفاء ومعروفين وأمناء، وأني شو تريدون ضمان؟ أنا أقدم لكم الضمان أضمنهم.
قال يابا إذا هاي الأخت هالشكل والدكتور محمد يعرفها وهي اللي تضمن صاحب المعرض فلا بأس. يابا شنو أسعار هالسيارات؟ السيارة مثلا سعرها 120 أو 130 ألف دولار، هو عارضها ب70 أو ب80 ألف. فمن قايلين داجين الفيديوهات لأبو المعرض وقالين له بالأسعار، أبو المعرض مكيف قال لهم يابا هاي السيارات بيها ربح خير من الله عمي، وأنا أريد هاي السيارة. قال لي الأخوش إذا تريد أكو عندنا محامية بالعراق راح تجيك وتسوي، لأن هذه السيارات ما يصير تستوردها شركة، لازم يستوردوها أشخاص. قال لهم الرجل مو مشكلة، قال لي راح تجيك المحامية وتكملون إجراءات الاستيراد، لازم تكون عندك إجازة مال الاستيراد، وتكملون الإجراءات مال الاستيراد وإحنا جاهزين ندز لك سيارات. منين؟ من برا، ما أعرف، من اليابان، من غير دولة، للعراق. هاي الصفقة الثانية هم تمت والحمد لله وشكرا، وفي مال الله في مال الله، وراحت ديار سعيدة وفرحانة ومرتاحة، أدت شغلتين بيوم واحد، والشغلتين بيها خير ومنفعة للناس. وهي المرأة ما إلها بالموضوعين لا ناقة ولا جمل. الموضوعين الأول حالة إنسانية للأجر، والثانية حالة يعني أنه ساعدت أحد معارفها أنه يحصل على صفقة مال سيارات حديثة مرغوبة بأسعار مناسبة، وأيضا راح يستفاد. والسبب منين ومنو سبب؟ كان هي الأخت العزيزة العراقية ديار. ثاني يوم ما رايح المحامية لأصحاب المعرض، رايح مكانها واحد. سلام عليكم السلام. قال لي مو يابا أنا دزتني المحامية فلانة وصاير اتصال من تركيا اللي هنا وياكم متفقين. قال لي نعم احنا اكو اتصال واكو. قال لهم يابا تنطوني مستمسكات صاحب المعرض اللي يريد يستورد، وتنطونا 1500 دولار مصاريف إجازة الاستيراد حتى نكملها، ومن نكملها نعطيكم إياها، تدزون صورة منها للجماعة من هناك أو تبعثوا لهم على الفاكس حتى تكملون إجراءات استيراد السيارات حتى تجيكم السيارات. الرجل مكيف قايم منطيه المستمسكات، منطيه 1500 دولار، حاطهن بجيب الأخ النصاب الثاني ورايح. فايت يومين ثلاثة متصلة بي جاب الأبرة، الجماعة الجروب هناك والبنية المريضة جاي تتواصل تقول لهم يابا أنا المرض جاي ياكل بجسمها خطية، وهاي الإبرة ضرورية لازم تنضرب بعد العملية مباشرة، وهاي فات أيام على العملية والإبرة بعدها ما أخذتها. فتتصل بي مرات ما يرد، وتتصل بي مرات تارك الإبرة وتارك موضوع السيارات وتارك موضوع 1500 دولار اللي أخذوهم بالعراق وال650 دولار اللي أخذهن هو هنا. والأخ يبعث لها رسائل غزل وهي تحاشي بحلب وهو يحاشيها بالشام. هذولا ضغطوا عليها جماعة الجروب، قال لهم يابا، قالها يابا وين الإبرة؟ قالت لهم يابا الإبرة الظاهر أني نصب علي عمي، وهسه قالت لهم عمي هسه ايش تردون أنا حاضر. قالها 650 دولار انتي تفصليهن. قالت لهم عمي صار تفضلوا هاي 650 دولار مالتكم، دافعتهن من جيبها خطية دازتهن لهم. إجازة الاستيراد وين؟ ماكو. السيارات وين؟ ماكو. 1500 دولار مال الجماعة وين؟ ماكو. تتصل بي وتدز له رسائل تسأله عن الموضوع، الدكتور محمد المحترم الشريف العفيف ابن الأوادم
تحاشيه على المبالغ اللي أخذها، هو يحاشيها غزل وحبوشيات ويدور علاقات، وعباله كل الناس تافهة مثله، وعباله كل الناس ما عندها شرف وما عندها أخلاق مثله. وصدفة بنفس الأيام أكو مطعم عراقي أو جماعة عراقيين بيلوى هم تعرفوا عليهم أو عندها علاقات بيهم. تدرون أنتم هنا الغربة أو الجالية أو الناس اللي تعيش هم من نفس البلد ومن بلدان متشابهة مثل العرب، خلينا نقول ما نقول العراقيين، من يتواجدون بمكان آخر تصير بيناتهم علاقات وناس تعرف ناس. فأكو مجموعة من العراقيين والسوريين يشتغلون في مكان معين، ملتقي بيهم هي، حاكيت لهم عن الموضوع، قال لها بس لا هذا اسمه محمد. قالت له بي والله محمد. قال لها عبي يا اسطنبول محمد هنا ساكن بيلوى وهذا نصاب كلاوشي، لا هو دكتور ولا عنده مدخر مال أدوية ولا عنده مواد تجميل وناصب على العالم، بس هو شنو يشتغل على الخفيف، 200 دولار 300 دولار 500 دولار، أعلى رقم ينصب به 500 دولار هيابه. بس منهم ديار لا الرقم صعد، صار 650 دولار هنا و1500 دولار بالعراق. فشو مسوي هي؟ منزله عليه منشور بالجروب، ومن شايف المنشور متصل ومتوسل واني اجيب لك هذا واني بخدمتك واني كذا. قالت لك بابا انت مو عيب عليك؟ انت ما تستحي ما تخجل ما تخاف من الله؟ يجين هسه والله اني من عندي ما يخالف من ابو المعرض مو هاي حاله، هاي مو هاي حاله مرضيه. هسه هالمره اريد اني احكي وياك يا دكتور محمد، وانت مو دكتور، فد واحد كذاب نصاب كلاوشي، انت بلا ذمه وبلا ضمير، وانت بلا شرف. انت لو كان عندك ذره من الشرف وكان عندك ذره من الذمه ومن الضمير، لو كان براسك نقطه مال غيره، اولا ديار اختك عراقيه وقد تكون عربيه. انا هسه شخصيا وكثير موجودين من العرب، اي عربيه يشوفوها بالشارع اذا محتاجه مساعده يساعدوها، واذا محتاجه وقفه يوقفوا لها ويحترموها كأخت. انت كل القيم هاي دشتها بالحذاء، وانت انسان تافه وتجري وراء دناءة نفسك وقذارتك وانحطاطك الاخلاقي، لانه انت لا تعترف باخت عراقيه او عربيه، ولا كسرة قلبك المريضه اللي موجوده بالعراق بالنجف ومحتاجه هاي الابره. كان لو عندك شويه شرف شويه كان قلت خطيئه هسه هاي احنا خلنا نصب على المره ناخذ منها من غير مجال، واخذتوا منها 1500 دولار من ذولا للمعارض، كان مشيت قضيه الابره او كان ما دخلت بها هاي المساله. حاله انسانيه، ولكن انتم نصابين، انتم ما تكسر عيونكم، لا حاله انسانيه. انتم كثير من الناس نصبتوا عليهم وسببتوا لهم جلطات وسببتوا لهم شلل كنتوا السبب الاول في فقدانهم للحياه وماتوا بسببكم يا أنذال يا عديمين الشرف يا عديمين الإنسانية. ورسالتي إليك محمد، كل صورك ومستمسكاتك عندي وصل لي، أقسم بالله إذا ما أفضحك بكل تركيا وأفضحك بكل الدول العربية، وأني هذا الفيديو مالي وهذه قناتي تنشر لي في كل جروبات العالم، من أمريكا إلى ألمانيا إلى كندا إلى السويد إلى كل دول العالم، وما أخلي لك سكة، مو حتى أخزيك، لأنه أصلا أنت ما تستحي من الخزي، أنت من الخزي ومن العار ما تستحي، وكلكم أنتم نصابين من هاي المسألة ما تستحون إطلاقا. ولكن حتى أفضحك، حتى الناس تبطل بعد تتعامل وياك، وما يبقى لك احترام وما يبقى لك تقدير بعين العالم، وانت مسوي نفسك دكتور. هذه المسألة اخواني ارجو الحذر منها، وارجو ان لا، وانا دائما اأكد ودائما احشي اقول لكم اخواني على الفيسبوك
كل الأشياء المعروضة على الفيسبوك واحدة منها صحيح و10,000 خطأ مو صحيح. العالم اليوم انملأ بقضايا النصب والاحتيال. النصب والاحتيال تدخل بكل مفاصل حياتنا احنا كبشر، بأي مسألة، بأي عمل، بأي مجال تروح تتعامل دائما خلي أمامك قضايا النصب والاحتيال، وخلي أمامك وفي عقلك وفي مخيلتك أنه الناس أغلبهم اللي جاي تتعامل وياهم هم نصابين ومحتالين. هذه وصيتي لكم، وشكرا على المتابعة، وشكرا لكل الأخوة المتابعين، وشكرا لكل الأخوة المشتركين في قناتنا، ولكل الأخوة اللي راح يشتركون، وشكرا لكل متابع يوضع لايك ويعلق تعليق جميل يمثل شخصيته ويمثل أخلاقه. وألف تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.